مين بيحب يعمل حاجته زي كده بايديه، ولا يستنى مثلا يدي لبتاع السمك يشوي، ولا يعمل له اي حاجه؟ شاري الرده بتاعته ومجهز كل حاجته وعنده في بيته. يلا بينا نصلي على الرسول ونسمي بالله ونشوف النهارده هنعمل ايه. احنا بقى هعمل معاكم هنشوي السمك ونعمل شويه رز كده تحفة تحفة خالص. بس الأول بقى تعالوا نعمل دقة السمك. أنا غسلته كويس قوي وحطيت عليه ردة زي ما انتوا شايفين في أول الفيديو، وأنا هعمل معاكم دقتين، دقة بالمية كده زي ما انتوا شايفين، ودقة تانية مش بالمية. عارفين بنعمل الدقة اللي المية دي للسمك الشبار، أما الدقة الناشفة اللي مش بالمية للسمك البوري. ويعني في ناس انا عارفه ان هي بتعمل زي كده للشبار وللبوري، وفي ناس يعني ما بتملحش زي كده، وكل واحد بقى له طريقه. بس انا بصراحه يعني يعني بحب كل سمك وكل نوعه، يعني اعمل له الحاجه اللي انا جربتها وطلعت حلوه. بصوا بقى دي الدقه الناشفه بتاعه البوري، احنا عملنا اللي بالميه دي. الدقه دي طبعا انا عاملاها معاكم قبل كده، وبنسيبها في برطمان ازاز ونغطيها بغطا محكم كده ونحطها في التلاجة عندنا، ومنين ما نحتاج ليها يعني ناخد منها. هنا بقى عملت الدقة الناشفة دي للبوري، والدقة اللي في المية دي للسمك الشبار. الاتنين احلى من بعض، بس بصوا كل حاجة وليها حاجة. هنا بقى عملت الدقة الناشفة، بس جبت كيسة نظيفة كده وحطيت عليها ليمون وحطيت الدقة وكل حاجة جاهزة استعدادا بقى للسمك اللي حطيناه الحلو التحفة قوي ده في الفرن، وحطيت معاه الرز. في ناس كتيرة هتشوف الرز تقول يعني انتوا بتاكلوا الرز المعمر ده بالسمك؟ في ناس هتستغرب، بس احنا بنحب الرز المعمر ده بالسمك، وساعات نعمل جنبه رز احمر صيادية، مفيش مشكلة خالص، بس احنا برضو بنحب الرز ده بالسمك. بصوا بقى ما شاء الله، مين زي بقى بتحب لما تشوي كده تحط بتنجانة مشوية؟ وبصوا يعني ولادك يقعدوا يتخانقوا معاكي بقى انك بتاكلي البتنجانه وسايبه الاكل كله، ويا ماما كلي وانتي هو البتنجان بس مفيش غير البتنجان. انا بحبها جدا، وفي زي كده كتير قوي بشويها مع البتنجان، مع السمك، بشويها مع اي حاجه، يعني لو ولعت الفرن اعمل اي حاجه ممكن اشوي بتنجانه عظيمه. تعالوا بقى نحط السمك ده. انا بصوا ببقى حابه كده لما السمك بتاعي يتشوي، يعني اشويه على الجنب ده مره وبعدين اقلبه، بطلعه على باب الفرن زي ما انتوا شايفين كده. عارفين مصطلح اللي هو يتلدن، ما يبقاش فيه دم معاكي، ويبقى مستوي حلو قوي، ما يتحرقش، احمر بس مستوي. تطلعيه على باب الفرن شويه كده، ترصيه زي ما انا رصه كده، وتسيبيه شويه يتلدن معاكي. وتعالوا بقى نطلع السمك البوري الاول، ويعني زي ما انتم شايفين كده لما فرشت له الدقه وعصرت له الليمون، وفي كل طبقه تطلعيها تحطي دقه وتعصري ليمون. تعالوا احكي لكم الاول عن الاسوره الحلوه الشيك قوي اللي في ايدي دي. بصوا دي بنتي عاملاها بقى، وانا كل ما مليكه بتعمل لي حاجه وتقول لي دي ليك يا ماما، بصراحه ببقى متفائله بيها جدا وبحب البسها. وهي عاملاها بصراحه خطيره، الواناتها حلوه قوي، فعجبتني بصراحه. وعلى العبايه دي مديه شكل حلو قوي قوي. بصوا حلو جدا. انا لما بتعمل حاجه ببقى حابه ان انا البسها. كانت عامله لي واحده قبل كده، كنت بلبسها كتير قوي، كانت شيك قوي، بس مش عارفه تاهت مني، فقالت لي انا هعمل لك دي يا ماما. فاول مره بقى اصور معاكم بالاسوره الحلوه دي، شجعوها وقولوا لها تعمل لي منها على طول على طول. كل ما تعجبني واحده يعني وعملتها كده هلبسها في الفيديوهات واوريها لكم برضو. عارفين شجعي يعني شجعي بناتك ان هم يعملوا حاجات مفيده احسن من القعده قدام التليفون. بصي بقى احنا هنا طلعت السمك اللي هو بالتمليحه اللي هي فيها ميه دي. السمك الشبار زي ما قلت لكم الاتنين اجمل واحلى من بعض. وعلى بال كده ما خلاص ملحنا السمك اللي معانا وكان جاهز. كان الرز خلاص اتعمل، يعني ما هو محطوط الاتنين مع بعض وما خدوش وقت خالص خالص. بصوا الجمال. حطيت بقى خدت شويه الدقه كده من الميه، شلتهم وحطيتهم على وش السمك كده. بصوا تحفه 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 خالص. تعالوا بقى نطلع البتنجانه اللي استوت دي، والرز خلاص يعني فاضله تكه واحده. تعالوا بقى اوريكم من اجمل حته في مصر الغدا بتاعنا النهارده. بصوا غدا فلاحي فلاحي بالسمنه البلدي، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وشير. اشوفكم على